السلام عليكم الاخوان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذه غير واحد النصيحه للاخوان اللي مبتدئين في التربيه ديال الدواجن. كيشوفوا مثلا الدجاجه ديال الايزا براون، فهمتي، الدجاجه الورد يعني البنيه، تنقول لك انا لابول غوز. بالنسبه لهاد الدجاجه هذه، ملي كتصافي كتشرف كيف ما كنقولوا كنخرجوها يعني الاسواق، كتخرج ان اساس للذبح. فهمتي، عمر شي تكنيسيان ولا شي حرايفي انه غادي يخرج هذه ولا غادي يشريها باش يخدم بها من بعد. صافي هذه كتوصل لواحد العمر يعني كتشرف. صافي كتولي كتشوف انت من كتبيض لك واحد 30% او لا 35، ولا كضرب مخروجك على حسب الكوري اللي عندك. كتلقى راسك كتصير عليها وهي ما كتدخلش، يعني انت عندك كوري مثلا هز 25,000، فهمتيني، او لا 15,000، وانت كتصير عليه كتخرجها للذبيحه. غطيح فيها انك الا كنتي باغي تخدم بها طيح في شي حبات، ولكن ما عمرها غادي تسلكك انها كتنتج بيض المائده. بزاف ديال الاخوان كيحاولوا انهم يشريوها غير باش يأصلوا منها. هذه فكره غالطه. ما يجيش عليك شي واحد يكذب يقول لك انك تأصل منها سلاله حره، لان اصلا هي ديجا سلاله مهجنه مخدوم عليها. مازال السلاله هذه يعني ديال لي جور اللي كتشوف يعني في الفيديو، هذه تقدر الا طحتي في شي حبات ولا تقدر تأصل منهم. واخا تكون النسبه ديال البيض طايحه، يعني كبرت الدجاجه، ولكن غتأصل منها لان كتبقى سلاله حره، والفروج ديال لي جور موجود في السوق. اما الازابرا راه ما يمكنلكش تأصل منها. الناس اللي كتعرف في التهجير راه عارفه شنو كاين.